احنا في دول الخليج قبل لما يقولون مصري، كلام هذا طبعا من 50-60 سنة، مصري عندنا شيء عظيم. المصري عندنا شيء عظيم، انسان، شيء يعني هذا نقول والله مصري شيء فوق فوق فوق. فبالنا ان المصري فعلا فوق وفوق جدا من كثر الاحترام لمصر، من كثر ان المواطن المصري انسان له هيبة. الان المصري صار شخص عادي وعادي جدا. ارجوكم احترامي لكم لا تزعلون، لكن خلونا نتكلم بصراحة. الان لما تروح اي دولة تقول مصري، شنو يعني؟ ايش؟ لدرجة ان من كم من يوم طالعين واحدة كويتية ما حصلت الا مصري والمصري. هل وصل المواطن المصري الى هذه الحال؟ الى هذه الدرجة ان ما حد يحترمه؟ ليش؟ بسبب الاوباش الحرامية العسكر اللي حكموا مصر من 52 من اجل تدمير مصر. وهذا مش كلامي، كلام الارقام، كلام الحقائق. مصر كانت فوق، كان العالم يهابها، كان الكل يذهب الى مصر من اجل التطور والحضارة والنظافة والعراقة. روحوا مصر الان، المواطن المصري كان مواطن له هيبة. الان كثير من المصريين صاروا يبحثون في الزبالة من أجل أنه يأكل ويعيش. موظف، مدير إدارة، عقيد، عميد، كل صار ياخذ رشوة يبي يعيش، لأن العسكر الحرامية الأوباش كلوا الخضر واليابس ما تركوا حاجة. إلى متى السكوت يا مصريين؟ الرئيس السيسي استحلفكم بالله، هل هذا يحكم مصر؟ هل هذا رئيس بشخصيته يحكم مصر؟ مصر الزعيمة، مصر الهيبة العظيمة يحكمها هذا الأراجوز؟ أنا والله يعني لأول مرة، أنا ما عندي يعني أجندة ضد حد، لكن الوضع واصل إلى مرحلة من المسخرة ما بعدها مسخرة. جيش مصر العظيم أصبح متخصص في الأفران، بوتاغاز، مصانع حربية اسمها مصانع حربية تنتج ثلاجات، مصانع حربية تنتج كابوريا وجمبري وسمك. عيب عيب. أنا أكلمكم، أنا كمواطن عربي مكسوف لما يجيني واحد أمريكي وعربي يقول مصر، أنتوا إحنا أهل، إحنا إخوان، إحنا مسلمين.